السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي متابعي قناة مجنون حلاقة، أهلا بيكم. مفيش حد عاجبه حاله. اللي شعره خشن بيدور على طريقة يخلي بيها شعره ناعم، واللي شعره ناعم بيدور على طريقة يخلي بيها شعره كيرلي. النهاردة هنتكلم عن مكوة الكيرلي، عن أفضل نوع من وجهة نظري طبعا، أفضل نوع مكوة كيرلي موجود حاليا من حيث الإمكانية والسعر وكمان المواصفات. تابعونا في الفيديو ده علشان نتعرف على ايه هي مكوة الكيرلي اللي انا شخصيا برشحها لحضراتكم او لاي حد حابب يقتني مكوة كيرلي. على بال ما ارجع لكم كده، اللي مش مشترك يتفضل يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يقدر يتابع فيديوهاتنا اللي فاتت وكمان يشوف فيديوهاتنا اللي جاية. اهلا بحضراتكم. هي دي موضوع فيديو النهارده، مكوة كيرلي فابا. اسمها كده فابا او فابنزو، بس هم عاملين لها اختصار كلمة فابا، ده اسم البراند بتاعها. المكوة دي مخصصة لصالونات الحلاقة، يعني لو بصيت كده هلاقي كده صالون بروفيشنال، وهنا مكتوب برضو خاص لصالونات الحلاقة. لما الاقي الكلمة دي على منتج اعرف كده تلقائيا ان المنتج ده بتاع شغل، يعني عملي، مهما اشتغلت بيه ساعات وقت طويلة أو دوست عليه في الشغل شوية هيديني كفاءة وهيبقى ممتاز في شغله. الجملة دي لما بتنزل على منتج بتفرق ما بين الاستخدام الشخصي وما بين المنتج البروفيشنال. وطبعا اللي يناسب البروفيشنال كحلاق أو ككوافير بيناسب جدا الاستخدام الشخصي لو استخدمته على درجة الحرارة المناسبة للشعر وبالطريقة كمان الملائمة للاستخدام. طبعا جملة مهمة جدا، لما الاقيها على منتج اعرف ان هو عملي. لو حضرتك حابب تعرف رقم الاصدار بتاعها، رقم الاصدار بتاعها 13801 ايه، ده رقم المكوة دي. الصنع بقى ميدن بي ار سي. طبعا بي ار سي ما تخليش حد يضحك عليك، مفيش حاجة اسمها اتحاد اوروبي بي ار سي. بي ار سي دي اختصار زي ما قلنا كتير لجملة او لكلمات جمهورية الصين الشعبية، فدي صيني بس درجة أولى. زي ما اتفقنا كده إن الحاجة اللي معمولة خاص بالصالونات بتبقى احترافية ودرجة أولى في الاستخدام. نفتح بقى العلبة علشان نشوف المنتج من جوه شكله إيه. بسم الله، هو ده شكل المكوة. في ناس البروفيشنال بيسموا الموديل ده الصاروخ، بيقول لك انا عاوز عندك المكوه الصاروخ موجوده عندك، تقول له ايه الصاروخ دي؟ يقول لك بتاعت الكيرلي. هي دي بيسموها الصاروخ لانها رفيعه وطويله، وده ليه ميزه هنتكلم عنها خلال الشرح. اول ميزه في المكوه دي ان السلك بتاعها دائري 360 درجه، بيلف 360 درجه، وده برضو بيديني امكانيه ان المكوه نفسها سلكها ما يتقطعش. لو انا شغال مثلا حوالين كرسي حلاقه في كوافير او في كوافير رجالي وانا بلف حوالين الكرسي، السلك سلس ما يتقطعش مني. الحاجه الثانيه اللي بيمتاز بيها برضو نفس السلك، العليقه دي فيها مكان للتعليق علشان برضو ما تشغلش بالك هي تتحط فين او تتركن ازاي. وطبعا يناسب ليها جدا الحامل بتاع المكنه اللي احنا شارحينه قبل كده، اللي هو الحامل اللي بيشيل المكنه او ممكن يشيل المكوه العاديه السيراميك، هيشيل برضو المكوه دي وهتبقى كويسه. طول السلك بتاعها حوالي مترين، حوالي مترين، كويس برضو لان انت مش هتبقى شغال على مسافه بعيده ما بينك وما بين العميل اللي انت بتعمل له، او انت حتى لو بتعمل شعرك لنفسك، وهنشرح برضو ازاي. المكوة بتبدأ هنا زرار التشغيل بتاعها الباور، لما بايده بيجيب لي هنا درجات الحرارة، بتبدأ عندي من اول 950 درجة. كل ضغطة انا بضغطها على الزرار بتقل معايا الدرجات. هي فيها 4 مستويات، بادئة من 950 كدرجة قصوى لحد 650 كدرجة قليلة. لما هدوس كده هيرفع معايا للدرجة اللي بعدها اللي هي 850، هدوس تاني هترفع لل 750، الضغطة اللي بعد كده هتوصل لحد 650 درجة. الضغطة الأخيرة لو وصلت 650 درجة، الضغطة الأخيرة بتطفي الباور بتاعها. طيب هم عاملين لي الأربع درجات دول لأربع مستويات كوي مختلفين، كل درجة تناسب شعر وتناسب كمان إيد اللي شغال. طبعا هي خلال الشوية اللي جربناهم دول سخنت جدا، 950 درجة فعليين فهرنهايت مش سيليزيون. سخنت جدا في الفترة دي. مميزات المكوة دي إنها بتلف، الجزء ده بيلف حر كده معايا. ده ميزة في إيه؟
ان حضرتك او حضرتك لو كوافيره وجايب خصله الشعر، مش هقعد الفها على المكوه كده نفسها، لا، انا هروح ضاغط كده فاتح المقبض، وهجيب طرف الشعرايه، طرف الخصله بتاعت الشعر كويس، وهقفل عليه وهلف، هلاقي المكوه عماله هي اللي بتلف الشعر لوحدها لحد ما يقرب من الشعر نفسه. 10 ثواني وبروح فاكك، خلاص الخصله بقت كيرلي. طبعا لان انا مش كوافير حريمي فمش هقدر اشرح لكم الموضوع ده عملي، بس هي عمليه جدا والحمد لله كوافيرات كتير واخدينها وشغالين بيها وشغلها ممتاز وفي منتهى الكفاءه. نيجي بقى على الجزء ده، الجزء المطلي ذهبي ده مش بيقشر مع الاستخدام الكتير. ممكن يقشر امتى؟ يعني اللون ده ثابت، بس ممكن يقشر او يتاثر امتى؟ لو انا استخدمته في شعر فيه كريمات كتير او سيرم او الكلام ده، تفاعل الحاجات دي مع الماده نفسها مع المعدن نفسه بتاع المكوه ممكن يغير اللون او يقفله او يطفيه، بس بعد وقت طويل. كمان من مميزات المكوه دي انها بتمشي رفعها ده بيناسب اي حجم شعر، اي طول شعر. يعني لو حضرتك عايزه تعمليها في شعر طويل هتناسب قوي الشعر الطويل. طيب لو عاوز اعملها في شعر قصير، وعلى فكره بتنفع للشعر الرجالي، يعني دي مكوه تناسب جدا الشعر القصير الرجالي اللي حابب يعمل كيرلي، بتناسب قوي، لان رفعها ده برضو بيديني فرصه ان انا لو خصله الشعر مثلا طول كده اللي هم حوالي 5 سم يتعمل كيرلي ويبقى نتيجته كويسه وممتازه. تتعمل ازاي؟ الطبيعي ان انا بفرد الشعر الاول بفرشه التنشيف، الشعريه لو مجعده قوي بفردها بفرشه التنشيف، والفها كمان بفرشه الاستشوار عشان اخلي الشعرايه مفروده. خلصت بروح جايب خصله خصله كده، وكل خصله بلف واعملها، بتبقى واخده شكل الكيرلي. من كمان مميزات المكوه دي انها مش كيرلي بس، ينفع اشتغل بيها كوي ستريت، بس مش في الشعر الخشن قوي عشان يبقى برضه بنتكلم صح وبندي لكل حاجه حقها. ينفع اعمل بيها شعر ستريت كوي عادي، بس على الشعر اللي هو اصلا طبيعته انه نص كيرلي او مموج بسيط، مش المموج قوي ولا المجعد قوي. هتحط برضه خصله الشعرايه بس من فوق بقى، من اول منبت الشعر هتحط خصله الشعرايه وهتفرد واحده واحده، هتفرد معاك ان شاء الله. مكوه كويسه جدا، اللي هيقتنيها باذن الله مش هيندم ان هو اشتراها. مكوه محترمه من ضمن موديلات مكاوي كيرلي كتير جدا، انا شخصيا برشحها وبرشحها بقوه. الحمد لله اتباعت عندي كتير، ومن حوالي سنه الحمد لله مفيش اي شكوى جات لنا منها. سعر المكوه دي حاليا بيتراوح من 500 جنيه، تقل ممكن 450، تزيد شويه 550، هتلاقيها في الرينج ده، مش اقل من كده وان شاء الله مش اكتر من كده. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجب حضراتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ومفيد ومهم وحصري من قناتكم مجنون حلاقه. السلام عليكم.